الأمر الثالث وهو الشاهد من الحديث للترجمة: لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه، أي من باشر والديه باللعنة ووجه اللعنة لوالديه أو تسبب في لعن والديه، يعني سواء لعن والديه ابتداء أو لعن والديه تسببا، فكل من الأمرين من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، أن يلعن والديه ابتداء والعياذ بالله، أو يلعن والديه بالتسبب. وفي الحديث تنبيه إلى خطورة مجالسة قرناء السوء وخلطاء الفساد. من يجالس خلطاء السوء إما أن يعلمونه أن يلعن والديه مباشرة، أو أن يكون على أيديهما لعن للوالدين بالتسبب. وقرناء السوء من أخطر ما يكون على الإنسان في دينه وفي عقيدته وفي عبادته وفي أدبه. وربما بعض الشباب الصغار تجري على لسانه هذه الكلمة جريا متكررا، وربما بعضهم أصبحت مألوفة عنده معتادة في أيامه ولياليه، أصبح لسانه قدرا، أصبح لسانه ملوثا متسخا، قدر اللعن والعياذ بالله متكرر على لسانه في كل يوم وليلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي، هذا ليس من خلق المؤمن، وليس من صفة أهل الإيمان اللعن والطعن والبذاء والسب والفحش، هذه ليست من خصال الإيمان وليست من أعمال أهل الإيمان. وإذا كان ليس اللعن من صفة المؤمن، فكيف بلعن أقرب أقربائه إليه وأكثر الناس إحسانا إليه ومعروفا به؟ ولك أن تعجب، يكون في البيت الولد فتطعمه أمه الطعام وتعطيه اللباس وتطمئن على صحته وعافيته، ثم يخرج منها إلى الشارع إلى زميل أو آخر فيلعن أمه إما ابتداء أو تسببا، وهي المحسنة وهي الحنون وهي العطوف وهي المكرمة له. فهذه والعياذ بالله يصل إليها من بلغ به دناءة الطبع مبلغا شديدا وخسة الخلق ودناءة الحال، أن يصل إلى هذه الصفة. وأعظم من هؤلاء وأفظع وأشنع من هؤلاء وأقبح من يجري على ألسنتهم والعياذ بالله لعن رب العالمين، وهذا ردة عن دين الله تبارك وتعالى، وكفر من أشنع الكفر، بل هو أشنع الكفر وأقبحه. يولي عليه رب العالمين نعمه تترى، صحة في بدنه وغذاء وطعام وشراب وعافية، ثم يتجرى لسانه أن يتحرك بهذا الكلام القبيح الشنيع والعياذ بالله. وهذا كله كما عرفنا ناشئ من فساد عريض وشر عظيم في القلوب. أما القلوب النظيفة، القلوب النقية، القلوب السليمة، لا يمكن أن تصل إلى مثل هذا. قال: لعن الله من لعن والديه.